السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المخابرات المصرية وخيانة 7 سنين. المخابرات المصرية زي ما انتم عارفين في حرب دايمة مع المنظمة الصهيونية الدولية. قبل ما نخش في 2003 السنة اللي احنا حددنا فيها بداية الفترة اللي فيها الخيانة اللي واجهتها المخابرات المصرية، الأربع سنين اللي قبل 2003 يا جماعة، حسني مبارك وعمر سليمان بالنسبة لي زي ما انتم عارفين أقوى 2 مصريين حاربوا المنظمة الصهيونية الدولية في العصر الحديث، في رأيي الشخصي اللي مش ممكن بأمر لا يطلع غلط. قبل ما تيجي 2003 والعراق تتضرب، المنظمة الصهيونية الدولية كانت بتدور على حاجة عمر سليمان وحسني مبارك مخبيينها، حاجة قوية جدا بتخدم الدين والوطن، والحاجة دي كانت موجودة عند الأمن القومي المصري. أقسم لكم بالله العظيم في بداية الفيديو أنا عمري ما دخلت مقر من مقار أمن الدولة، أقسم بالله العظيم ما خدت أي حاجة عشان أقول أي كلمة من ساعة ما ابتديت أعمل فيديوهات في 2011 لغاية دلوقتي ولغاية ما أموت. فيا رب أدخل جهنم لو في أي شخصية في الدنيا إماراتية أو مصرية أو جنسيتها إيه ادتني مليم علشان أقول كلمة من اللي أنتوا هتسمعوها، تمام؟ طبعا ربنا لا هيحاسبني يوم القيامة. في 99 كانت المنظمة الصهيونية الدولية بتدور على عريضة أزياء من أوروبا الشرقية، عرفت حاجة عن الأمن القومي المصري، والبنت دي كانت بتخبي الحاجة دي. ممكن نقول كانت عميلة لينا بشكل غير مباشر. البنت دي المنظمة الصهيونية الدولية كانت بتدور عليها علشان تقتلها. ليه؟ لأنهم اكتشفوا إنها خطر على المنظمة الصهيونية الدولية، فكان شغلهم الشاغل إنهم يقتلوها في أي حتة في أوروبا الشرقية في موطنها الأصلي، أو في أفريقيا، أو في أمريكا اللاتينية، أو في أي حتة هي بتروح تعمل فيها عرض أزياء. المخابرات المصرية كان لازم تحمي البنت دي. المخابرات المصرية كانت مجندة بنت عراقية، والمنظمة الصهيونية الدولية اكتشفت إن البنت العراقية على دراية أو تعرف فين ممكن يلاقوا الحاجة اللي عمر سليمان وحسني مبارك مخبينها بقالهم أكتر من 15 سنة. وفي مرة من المرات كانت البنت عريضة الأزياء الأوروبية بتعمل عرض أزياء في دولة من دول أوروبا الشرقية، واغتالوا عريضة الأزياء. في 2003 اكتشفوا إنهم ما اغتالوش عريضة الأزياء اللي معاها سر كبير قوي يخص الأمن القومي المصري والعربي، وعرفوا إن في بنت عراقية على علاقة صداقة بعريضة الأزياء الأوروبية. البنت دي اتقبض عليها من بعض الجهات الماسونية علشان يعرفوا منها مكان عارضة الأزياء الأوروبية، وعرفوا إنهم مش هيعرفوا يحصلوا على أي معلومة من البنت العراقية لأنها كانت مخلصة بفضل الله. البنت العراقية قتلوها وطلعوا أحشائها وحطوا بدلها تراب وبعتوها. الكلام ده كان من 2001 ل 2003. المخابرات المصرية بفضل الله هتفضل لغاية يوم القيامة تخبي اللي بيأمن مصر والعالم الإسلامي، وبيساعدها طبعا الدول المسلمة اللي حوالينا، يعني دول الخليج وشمال أفريقيا. المهم العراق لما جت تتضرب كانت عيون المخابرات المصرية جوه العراق رصدت حاجات عجيبة جدا جدا جدا. ايه أهم الحاجات اللي المخابرات المصرية رصدتها في حرب العراق؟ سر كبير قوي. كل الناس بتقول هو جيش صدام راح فين؟ جيش صدام اختفى ازاي؟ ايه المفاجأة؟ المفاجأة ان امريكا استخدمت اسلحة اول مرة تستخدم في حرب. مثلا امريكا ضربت الفلوجة باسلحة دمار شامل ما اتضربتش في الحرب العالمية الثانية على اليابان. مش قنابل ذرية، في قنابل اقوى من القنابل الذرية، ودي اللي امريكا بيها خفت الجيش العراقي. ازاي؟ صدام كان بيخلي اخر قوات ليه مخلصة من اهل السنة في جيشه العراقي تتحصن بمطار بغداد. الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت جنود صدام في مطار بغداد. الجنود دول اتضربوا بالقنبلة النيوترونية. بصوا يا جماعة، القنبلة النيوترونية أول مرة تستخدم في تاريخ البشرية كانت في حرب العراق سنة 2003. وقتها بقى بقينا في أوائل الثمانينات، المشير أبو غزالة كان عنده تصور إن مصر يكون عندها صواريخ بعيدة المدى، وكمان كان عنده تصور إن مصر تستخدم السلاح النووي التكتيكي اللي هي قنابل ملهاش إشعاع إنما تعمل تدمير تام للمنطقة. أعتقد أنها استخدمت في حرب مطار بغداد سنة 2003. بس علشان المسلماني ما يعرفش إيه اللي حصل في حرب العراق وما كانش موجود، هيعرف دلوقتي المسلماني. القنبلة النيوترونية لما أمريكا ضربتها على مطار بغداد، قنبلة نيوترونية بتبقى أحجام معينة بتستهدف
اماكن معينه بمساحات معينه. يعني في احجام لقنبله نيوترونيه تقضي على مثلا جنوب القاهره، المعادي مثلا عندنا، او حدائق المعادي، بحلوان مثلا، في احجام قنابل نيوترونيه بتقضي عليها. تقضي على مثلا ضحيه زي السيده زينب مثلا، في قنابل نيوترونيه بتقضي على مثلا مدينه زي القاهره. لما ضربوا مطار بغداد بقنبله نيوترونيه، العساكر العراقيين عظمهم اتفتت تراب، ما بقاش فيه اي اثر ان كان فيه هنا بشر في مطار بغداد. المهم دوروا على استخدامات واثار القنبله النيوترونيه، وانتوا تعرفوا انها اخطر من القنبله الانشطاريه. حسني مبارك وعمر سليمان عيونهم كانت موجوده جوه العراق. والله العظيم، اسالوا حسني مبارك. طيب يا جماعه، بعد 2003 وبعد ما خلصت حرب العراق، مبارك وعمر سليمان عرفوا انهم لازم يطوروا جيشهم ويسلحوه بشكل جامد جدا. على فكره اصلا مبارك بيسلح الجيش هو وعمر سليمان وطنطاوي وسامي عنان، يعني من وسط التسعينات كده، باسلحه قويه جدا في انظمه الدفاع الجوي المصري والقوات الجويه. ان اقوى سلاحين في اي جيش، زي ما قال السادات الله يرحمه، ان هذا الوطن يستطيع ان يطمئن ويأمن بعد خوف، انه قد اصبح له درع وسيف. اصبح عندنا ايه؟ درع وسيف. ايه هو الدرع؟ الدرع هو سلاح الدفاع الجوي. ايه هو السيف؟ القوات الجويه. درع وسيف، درع وسيف، درع وسيف. بفضل الله مصر والله العظيم هتكتشف في المستقبل، والله العظيم، ان مصر عندها انظمه دفاع جوي مش بيمتلكها الا الدول الشقيقه بس الامارات، السعوديه. حسني مبارك وعمر سليمان وطنطاوي حاولوا ينقذوا صدام لاخر لحظه، بس الموضوع كان صعب لان الخيانه كانت كبيره، وده اللي هوريه لكم ان شاء الله في فيديو سوريا. الابطال من الفلول اللي بيحبوا بشار الاسد يتكوا على الصبر ان شاء الله اذا عشنا لغايه ما يشوفوا فيديو سوريا. في 2004 ابتدت الخيانه والعماله تتزرع في مصر. ازاي؟ ابتدى الشكل السياسي والحراك السياسي في مصر يزداد. ازاي؟ اول حاجه حصلت حركه كفايه. انشأوا حركه كفايه مستغلين التسهيلات اللي مبارك عملها في 2002 لما لغى 12 بند من قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ده مبارك ما حطوش يا جماعه، ده السادات الله يرحمه هو اللي عمله في 71. لما اتأسست اول حركه سياسيه نشطه، حركه كفايه في 2004، ابتدى يتزرع جذور الخونه في الجهاز الامني المصري. الامن القومي المصري في اعلى درجاته المخابرات العامه المصريه. بفضل الله لا يمكن عامل الامن في المخابرات العامه المصريه خلايا مخه العصبيه تكون بتفكر في خيانه. لحظه، برهه، مش ثانيه. لكن الماسونيين قدروا يحطوا اسس زراعه اول خونه في الجهاز الامني المصري بعد 2004 وبدايه 2005 في جهاز الشرطه وجهاز امن الدوله. ازاي؟ هنتفرج على الفتره دي دلوقتي مع بعض واحنا بنتكلم، ويا ريت نركز واحده واحده في اللي احنا هنسمعه. يا جماعه انا عمري ما دافعت عن ضابط شرطه بيستغل منصبه، حلو كده؟ لكن عايزين نفرق بين استغلال ضابط الشرطه لمنصبه وبين تسويق صوره معينه لجهاز الشرطه كله. ما ينفعش تتسوق لجهاز الشرطه كله، ما ينفعش. تمام؟ عايزين نعرف ايه الغرض من تسويق الصوره دي. في مجموعه من ضباط امن الدوله ومجموعه من ضباط الشرطه تحالفوا ضد مصر علشان ينشروا الفيديوهات دي، علشان يحركوا الرأي العام في الشارع المصري، علشان ينزلوا الناس في فترة معينة. هنعرف دلوقتي ازاي الضباط دول كانوا بيعملوا تحت منظومة شبكية واحدة. كل الفيديوهات دي بصوا، شايفين الفيديوهات دي؟ وازاي نقوم وهمومنا دي؟ شايفين الفيديوهات دي؟
الفيديوهات دي كلها يا جماعه حصلت من سنه 2005 ابتدت تتحط على النت لغايه سنه 2009. وكل فيديو بيتحط بيواكب معاه احداث معينه، كل فيديو بيتحط بيصير قضيه معينه، كل فيديو بيتحط بيتعمل عليه بروباجندا في حته معينه، في منتديات سياسيه، في مدونات سياسيه. المهم ابتدى يتحط نظام معين من المنظمه الصهيونيه الدوليه علشان يسيطروا على الضباط الخونه والقاده الخونه في النظام الامني المصري، امن الدوله وجهاز الشرطه. في واحد ممكن يقول لي طب وليه ما تقولش ان المخابرات كمان كان فيها خونه؟ كلامي هيوضح دلوقتي بالدليل القاطع ان المخابرات ما كانش فيها خونه. بعد 2007 ابتدينا نشوف عمر عفيفي بينزل كتاب اسمه علشان ما تتضربش على قفاك، وبيقول علشان انا ضابط محترم سبت الداخليه، وبيقول ان هو شاف الفساد بتاع الشرطه وبتاع الداخليه، فحب بعد كده يستقيل ويعلم الناس في كتاب صغير ازاي يطالبوا بحقوقهم لما يخشوا الاقسام وما يخلوش الضباط الاشرار يتعرضوا لهم. حلو قوي الكلام ده، على عيني وعلى راسي يا ابن الافاعي، مفيش مشاكل. المهم عمر عفيفي هرب من مصر بشكل غريب، هنوصل له دلوقتي الشكل الغريب. ازاي عمر عفيفي عمل شبكه مع الافراد الخونه في امن الدوله وفي جهاز الشرطه، وعملوا لينك، عملوا اتصال مع السياسيين الجدد اللي عندهم مدونات اونلاين، اللي عندهم صفحات بتبتدي تتعمل عشان ينشروها من 2006 ل 2008 قبل الفيسبوك ما يدخل بلدنا. الحركات السياسيه دي كان مزروع فيها بعض الافراد الجواسيس لامن الدوله، زي ما قلنا قبل كده، علشان الضباط الخونه لما ياخدوا التقارير من الشباب المجندين لامن الدوله الخاينه جوه الحركات السياسيه دي يقدموها للقادات الكبيره ويقولوا لهم بصوا احنا شايفين شغلنا وبنتجسس على العيال دي لما بتروح النمسا، لما بتروح سويسرا، لما بتروح امريكا، لما بتروح في اي حته، احنا حاطين عيوننا جوه الحركات السياسيه دي. تمام؟ وزي ما قلنا برضو في فيديو خيانه امن الدوله ان ولا اي تقرير ليه قيمه. ليه؟ لان المسؤول عن التقرير خاين، مش كلهم. هناخد حادثه من الفيديوهات اللي احنا شفناها دي، ولتكن اكبر حادثه عملت شير وعملت عدد مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده خلاص اطلع يلا اطلع عربيتك. تخيلوا كل الفيديوهات اللي انتم شفتوها دي مرفوعه معمول لها ابلود على اكونت واحد، وبعد كده اتاخدت على كذا اكونت تاني. لكن احنا عايزين نعرف مين المدون اللي كان ليه السبق في انه يحط الفيديوهات دي كلها لاول مره على اليوتيوب على الاكونت بتاعه هو الشخصي. هنعرفه دلوقتي. اللي صور الفيديو ده خليك واقف، لو ذكر الشيء مش بالذمك خليك واقف. الفيديو ده يا جماعه بيتقال فيه ان دي بنت عميد في مديريه امن الجيزه، والبت بتسب رب العالمين، استغفر الله العظيم يا رب، والبت دي بتقول ابويا وهيجي وهيعمل. الفيديو ده اترفع يوم 5 اغسطس 2008 على اليوتيوب. تعالوا نشوف كده اللي رفع الفيديو ده. اكتر شاب خان مصر منذ بدء الخليقه. وبرحب بناشر هذا الكليب على الانترنت المدون المصري الصحفي وائل عباس. اهلا بيك. وائل عباس صاحب مدونة الوعي المصري. يعني ايه بس؟ يعني ايه مش انا هضرب شيء كده هضرب بس لا لان انا كده بعد ما اضرب برضه هتقلق. عارفه ولا مش عارفه؟ الاستمرار اللي انت سويتيه امبارح دوت ما بيحتاجش. السؤال المباشر اللي عايز اساله لكم، معرفش هتعرفوا تجاوبوه عليا ولا لا، ازاي ربما اللي عايز يتصل بينا على التليفون مباشرة هننزل نمرة التليفون وتكلمونا علشان نتحاور في هذا الموضوع. هل الكليب اللي اتذاع دلوقتي وشفناه كلنا مع بعض صدقتوه ولا ما صدقتوهوش؟ هل ده فعلا وقع التعذيب ولا
مشهد منفق او ممكن يكون ملوش مصداقيه. انا مش هقول رايي في الموضوع لانه مش مفروض اقول رايي في هذا الموضوع، انما احب اعرف ارائكم. وبتحاور النهارده في 90 دقيقه وبرحب بناشر هذا الكليب على الانترنت المدون المصري الصحفي الاستاذ وائل عباس، اهلا بيك. ومعانا كمان المحامي محسن بهنسي، وهو المحامي بمجموعه المساعده القانونيه لحقوق الانسان. هبدا بوائل، نمره واحد، انت نفسك مصدق الكليب ان دي وقعت تعذيب من قبل الشرطه ولا حاسس بيه ازاي؟ بص حضرتك يا استاذ معتز، كان في سؤال مهم قوي المفروض كنت تساله. ما احتواه هذا الكليب؟ هل هو جريمه ام ليس جريمه؟ لا قبل ما يبقى، لا معلش، لا بصرف النظر عن المصداقيه او عدمها. لا بصرف النظر مهمه، لا المصداقيه مهمه جدا. دلوقتي في واحده قلعت هدومها وتم تصويرها بكاميرا، مش عرفها هل هذا النمط من السلوك مسموح به في مصر قانونا؟ لا 100% لا. انما انا في سؤال يا وائل معلش بس خليك ايه، ليه بتصور هذا الموضوع؟ هو كل حاجه شرطه يعني انا ما قلتش شرطه، انا قلت احتمال يكون شرطه. وده واضح من السلاح اللي في ظهر الراجل. والسلاح اللي في ظهر الراجل ده هل انت لمسته بايدك عشان تعرف ان هو سلاح ميري؟ ما يجوز يا اخي. انا المسه ازاي او اعرف ازاي ان ده سلاح ميري؟ طب انت لو انا المتهم دلوقتي في الموضوع. لا فمعتز الدمرداش بيقول له مين اللي قال ان الفيديو ده حقيقي؟ طب مين اللي قال ان ده ظابط؟ طب مين اللي قال ان ما اعرفش ده مين؟ طب مين اللي قال ده؟ ووائل كان رده المنطقي بالنسبه للعيال السياسيين اللي راحوا امريكا وبتاع وكده وقطبر وصربيا. طب افرض الواقعه دي منفقه، يدوروا مين اللي لفقها، يدوروا مين اللي صورها. دلوقتي انت عندك هتك عرض وتصوير مشاهد مخله بالاداب، ويعني حاجات كتيره بيحتويها هذا الكليب. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. الكهرباء عندها بتقول له لو جبتها لك هشيلك. خليك واقف، لو دخلوا الشارع من بالظبط خليك واقف. ابويا وابيك واجي طبعا. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. اللي لازم يدوروا على اللي عمل الكليب ده شرطه او مش شرطه. دورت يا ابن الافاعي، دورت 5 سنين بدور 5 سنين بدور على مين دول اللي في الفيديوهات دي كلها بتاعتك. كل الفيديوهات اللي انت حطيتها دي مين دول؟ ايه النتيجه؟ في اسم العمرانيه هرم في الجيزه قالت انا ابويا مش ظابط، انا عملت كده علشان عارفه ان لما هعمل كده هيخافوا مني، علشان انتوا عارفين ان انا بنت وان انا جناحي مكسور، ان انتوا عارفين البنت في الشارع المصري بتتبهدل وبتتهان وبيحصل لها حاجات وحشه. يروح وائل عباس يكتب على المدونه بتاعته ايه؟ ألاعيب الداخليه الفوا قصه عشان يداروا على بنت العميد ولا العقيد ولا الضابط المهم في مديريه امن الجيزه. 5 سنين بدور، بقت فاضي لشيرين وامثالها. الموزه اسمها شيرين عبد الحفيظ احمد علي نور الدين. ابوها دكتور على المعاش، ابوها من مواليد جرجة سوهاج ومقيم في العجوزه. شيرين من مواليد 1978، اكبر مني بسنه يا شوشو. رقم بطاقه شيرين القومي 27811042110. مش هكمل بقيه الرقم طبعا. شيرين ساكنه في شارع نقط في الهانوفيل في العجمي، بلوك رقم 17.5. شيرين ربة منزل حاصله على الابتدائيه. معلش بقول البيانات دي بشكل رسمي لاني تعبت بشكل يعني غريب، بفضل الله طبعا عشان اوصل لشيرين. شيرين متجوزه محمد حامد عبد القوي حامد. شيرين عندها اخت اسمها مروه عبد الحفيظ مواليد 85، خريجه زراعه انسه.
هشام اخو شيرين ساكن في جرجة في سوهاج. اتفقوا الخونة من افراد امن الدولة انهم هينظموا الحادثة دي بشكل تلقائي علشان يحصل المواطنة اتخانقت مع مواطن وانتحلت شخصية بنت حد مسؤول في مديرية امن الجيزة. ليه؟ علشان الفيديو يتحط على اليوتيوب. ليه؟ علشان الفيديو يستقطب مشاعر المصريين ومشاعر الشباب السياسيين اللي قاعدين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عايزين يقضوا على الفساد. في فساد في مصر؟ يا اولاد الافاعي، في فساد في مصر. في فساد في مصر وفي فساد في امريكا، لان رب العالمين قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الفيديو ساب اثر جوه نفوس الشباب اونلاين اكتر ما الخونه كانوا متوقعين. طيب يا ترى الخونه عايزين يعملوا الفيديو ده بس؟ لا. في 2008 في شهر نوفمبر اتقتلت هبه العقاد بنت ليلى غفران في فيلا صاحبتها نادين. جابوا شاب وقالوا ان هو ده اللي قتلها. في واحد ممكن يقول لي يعني انت مش معترف ان دوت اللي قتلها؟ طبعا مش ده اللي قتلها. يعني انت مش معترف ان الواد ده اللي قتلها؟ لا والله العظيم مش هو اللي قتلها. تعالوا بقى معايا شويه هنا. انا عارف ان اللي انا هقوله هيعجب قوي العيال السياسيين اللي عايزين ابن احمد نظيف يطلع هو اللي قتلها. مش انتوا عايزين احمد نظيف ابنه يطلع هو اللي قتلها؟ انا هدبس لكم ابن احمد نظيف في الحادثه دي. اقسم بالله العظيم اول ما اتفرجت على الفيديوهات وقعدت اتابع الاحداث والله العظيم بقيت بمخي الشرير عايز اثبت ان ابن احمد نظيف انا عمري ما شفته، بس عايز اثبت ليه؟ لاني كنت باصص للحادثه من منظور واحد بس، فعايز اثبت ان اللي عمل كده ابن احمد نظيف بيني وبين نفسي. ايه رايكم في القصه دي؟ اللي نشر الفيديو ده بيقول ان هو صديق ليلى غفران من المغرب، وبيقول ان ليلى غفران لما راحت المغرب قال لها قولي للملك علشان خاطر ياخد حقك من مصر، وليلى غفران خافت والملك قال لها مالكيش دعوه بالموضوع دوت، مش عايزين نعمل مشاكل مع مصر. انا ابن احمد نظيف، انا دلوقتي هثبت ان ابن احمد نظيف اللي قتلها، والبنت دي انا عايز اعمل معاها علاقه غير مشروعه مثلا وهي رافضه، وبقالي شهور بزن عليها وعايز اصاحبها بالعافيه، بلطجه ببرشط عليها. حلو كده الكلام؟ تمام قوي. وحصل اللي حصل، وزي ما قالت ليلى غفران فعلا جالها تليفون من هبه، يا ماما موجود وهيعمل معرفش ايه وعايز يقتلني وعايز وبيهددني. وراحت ليلى قالت لها ايه؟ طب هوديه على قد عقله، خديه على قد عقله. التفكير الشرير بتاعي ان ليلى غفران ما قريتش الحقيقه. بالنسبه لي سنه 2008 و2009 وانا بتفرج على الفيديو ايه هي الحقيقه؟ بالنسبه لي اللي كنت فاهمها ساعتها، اللي كنت بفهمها لنفسي، ان الواد ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي كنت فاكر ان هو حصل، بس ليلى غفران خايفه تقول عشان سمعه بنتها، ان الولد دوت ابن احمد نظيف طلب ان هو يصورها في اوضاع مخله وكان معاه اصحابه وهي رفضت، فقال لها هشرحك هقطعك حتت. انا قلت كده والله العظيم، انا قلت كده، بس ده تفكير وحش قوي شرير، بس ما عجبنيش بعد النكسه بتاعت مصر، بعد ما اتفرجت على اللي حصل في 2011 ومخي ابتدى يتلسع صدمات كهربائيه. المهم بصوا يا جماعه، اللي عمل الحادثه دي ضباط خونه من امن الدوله بغرض ان الموضوع يلزق في احمد نظيف اللي كاتب الكلام في الفيديو اللي اتنشر من المغرب، اللي بيدعي ان هو من المغرب وهو ممكن يكون من لجنه الاخوان المغربيه مثلا، صح؟ بيقول ان الملك قال لها العلاقات بيننا وما اعرفش ده هيمس الرئيس نفسه. بفرض ان ابن احمد نظيف مجرم، ليه يمس الرئيس نفسه؟ ليه؟ نقول ان هو يمس رئيس الوزراء نفسه. في واحد ممكن يقول لي طب ما هو ده هيقول ان حسني مبارك اخطا الاختيار، طب ما هو عادي يخطا الاختيار ويجازي ابن رئيس الوزراء لو هو اللي قتلها. هبه العقاد كانت لما راحت المستشفى بتاعت دار الفؤاد على قيد الحياه. بعد الحادثه دي فعلا تم ترويج الاشاعه في المجتمع المصري بشكل اكتر من اللي مطلوب. حسني مبارك وحاشيه حسني مبارك تعسى في الارض فسادا، ابن احمد نظيف قتل البت. بصوا على هبه متشرحه، بس عايز اقول لكم على حاجه، احتمال كبير قوي انها تعيش مشوهه بعد الاحداث دي.
طب ليه نادين قطعوا رقبتها؟ وليه هبه متقطعه في كل حته في جسمها؟ الخونه عايزين هبه تتصور في المستشفى وهيقتلوها بعد ما تتصور في المستشفى، وده اللي حصل. ما هي ليلى غفران وهي بتتكلم مع منى الشاذلي قالت ان في 2 من امن الدوله جم ودخلوا على الدكتور واتكلموا معاه وخرجوا بصوا عليها، محدش سألها على اي حاجه ومشيوا. البنت دي تقدر تعيش بفضل الله، يعني الجروح دي كلها ما تموتهاش لان هي عايشه، خلاص بقى عايزين نديها نقل دم ونخيط. لكن لا، الفيديو بعد ما اتصور هينزل على اليوتيوب، هينزل على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه؟ عشان الشحن يبقى زياده. احنا ممكن نعرف مين اللي صور الفيديو ده في الاوضه دي؟ الكلام ده كله بيقول ايه؟ ان في حد من امن الدوله خلص على البت الله يرحمها في اوضه العمليات. لو انا ابن رئيس الوزراء وعايز اعمل علاقه مع بنت غير مشروعه، وانا محمد محمود وابويا الله يرحمه كان رئيس الوزراء، وانا عندي باور جامد قوي بيخليني اعمل اي حاجه في اي حد من البشر، انا بتفكيري هروح اعمل اللي انا عايزه في جزر البهاما. هيعمل كده ليه؟ ليه يقطع رقبه واحده؟ في واحد ممكن يقول سلطه. يا ولاد الافاعيه يا جاحدين، انتوا اللي ممكن تعملوا كده لما ربنا يديكوا السلطه انتوا. لكن واحد ابوه رئيس وزراء ووحش، طبيعته وحش، بيزني كل يوم. واحد ممكن سياسي يقول لي بس دي عصلجت معاه، هيغتصبها، عمرها ما هتيجي في باله ان هو يقتلها. لكن مين اللي هيقتلها؟ حد عايز يطلع حسني مبارك فاسد. في 2008 في اخرها يطلع علينا حسن نصر اللاتي والعزى، انجز كائن حي على وجه الارض، حسن نصر اللاتي والعزى، يقول لنا ايه؟ يا شعب مصر انزلوا في الشوارع. هذا الخطاب يجب أن يسمعه المسؤولون المصريون من كل شعوب العالمين العربي والإسلامي، من العلماء، من الأحزاب، من النخب، من المثقفين، من الإعلاميين، من شرائح مجتمعاتنا المختلفة. ويجب أن يعرفوا أنهم موقع إدانة الأمة والتاريخ والأنبياء والشهداء إن لم يسارعوا من الآن إلى موقف إنساني وتاريخي بهذا الحجم. وهنا يأتي الخطاب أولا وقبل كل شيء إلى شعب مصر، إلى شعبها المسلم والعربي والأبي والكريم والمقاوم والشجاع والشريف، والذي نعرف جميعا مكنونات قلبه وعقله ونعرف كيف يفكر. فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع، فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع، فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع. بصوا بداية الثورة المصرية، بصوا مين اللي سوق للثورة المصرية. بصوا الشيعة من 2008 عشان أي جربوع يفتكر إنه هو إيه بطل قومي شد الشعب إن هو ينزل. عايز أقول له لا يهبل، الشعب كان متنوم تنويم مغناطيسي من حاجات كتير قوي حصلت. الشعب المصري اتضحك عليه من 2006 وحرب إسرائيل وحزب اللاتي والعزى الوهمية، لدرجة إن 180 طفل اسكندراني اتسموا بعد حرب 2006 حسن نصر اللاتي والعزى، أسماء مركبة، وأتوقع إن معظمهم يكونوا إخوانجية. ما هو في حاجات جت من اسكندرية وحشة قوي، معلش أصدقائي اللي من اسكندرية على عيني وعلى راسي، بس في قطاع وحش قوي من أمن الداخلي، شرطة وأمن دولة، فرع اسكندرية خانوا مصر خيانة ذريعة هتشوفوها دلوقتي. المهم زي ما شفنا حسن نصر اللاتي والعزى في 2008 عمل ايه عشان ينزل المصريين الشارع. حسن نصر اللاتي والعزى بيقول لشعب مصر انزل والامن المصري مش هيقدر يقتلك. وهنا يأتي الخطاب اولا وقبل كل شيء الى شعب مصر، الى شعبها المسلم والعربي
والأبي والكريم والمقاوم والشجاع والشريف، والذي نعرف جميعا مكنونات قلبه وعقله ونعرف كيف يفكر. فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع. هل تستطيع الشرطة المصرية أن تقتل ملايين المصريين؟ لن تستطيع. هل تستطيع الشرطة المصرية أن تقتل ملايين المصريين؟ لن تستطيع. هل تستطيع الشرطة المصرية أن تقتل ملايين المصريين؟ لن تستطيع. كلنا ندعو الشعب المصري لأنه هو على أرض هذا النظام الذي يغلق معبر رفح. يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم. يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم. يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم. وأنا لا أزايد على أحد. من 2008 وهم بيعدوا العدة ل 25 يناير وجمعة الغضب، بس انتوا اللي مغفلين، دي مش قضيتي. يعني مصر كانت بتتحارب من كل أعدائها، شيعة، موساد، إيران، أمريكا، وانتوا بتقولوا إنها ثورة مجيدة وثورة مباركة. بصوا أبو الغيط تاني يوم بيقول لحسن نصر الله والعزة فيما معناه يا كلب الجيش المصري. ما هو حسن نصر الله والعزة بيقول للجيش المصري انزل برضه يا جيش. ما نعرفه وما نسمعه عن ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية أنهم ما زالوا على أصالتهم العروبية وعلى موقفهم المعادي للصهاينة بالرغم من مضي عشرات السنين على كامب ديفيد. هذا ما نعرفه عنهم. أنا لا أدعو إلى انقلاب في مصر، ولست بموقع من يدعو إلى انقلاب في مصر، ولكن مع أن يأتي الجنرالات والضباط إلى القيادة السياسية ويقول لها نحن يأبى علينا شرف بذلتنا العسكرية وانتمائنا العسكري والنجوم التي نحملها على أكتافنا أن نرى أهلنا في غزة يذبحون ونحن نحرس حدود إسرائيل. فعلا أن هناك حرب معلنة على مصر. Yani siz Mısır'a karşı ilan edilmiş açık bir savaş olduğunu fark ettiniz değil mi? هو فعلا إعلان بالحرب على مصر من بعض الفضائيات وبعض الدول وبعض الأفراد. Gerçekten de bu bazı kanalların, televizyon kanallarının ve bazı kişilerin maalesef tarafından ilan edilmiş açık bir savaştır. إعلان بالحرب على الشعب المصري. Mısır halkına ilan edilmiş bir savaş. الشعب المصري يرفض هذا الإعلان وسوف يتصدى له. Mısır halkı bu savaş ilanını kabul etmiyor ve karşı koymak için elinden geleni yapacaktır. أحدهم ممن تحدثوا بالأمس قالوا يا شعب مصر انزل للفوضى في الشارع المصري يريدون الفوضى في مصر مثلما خلقوها في بلادهم. Dün birileri aynen şu çağrıda bulundu. Mısır'daki insanlara, ey Mısır halkı, yollara, sokaklara dökülün ve anarşi ortamını geliştirin. Yani istedikleri kendi ülkelerinde yarattıkları anarşi ortamının bir benzeri de Mısır'da olsun. هذا الشخص تحدث إلى القوات المسلحة المصرية. Bu kişi Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne konuştu. هذا الشخص لا يعي من أمره شيئا. Bu kişi ne olduğunu, durumunun ne olduğunu hiç bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. هذه القوات المسلحة الشريفة هي قوات مسلحة للدفاع عن مصر. Bu onurlu silahlı kuvvetler Mısır'ı savunmak için görevlendirilmiş silahlı güçlerdir. وإن كان لا يعي ذلك فأقول له هيهات لأن هذه قوات مسلحة شريفة قادرة للدفاع عن هذا الوطن ضد أمثالك.
bunun farkında değilse ben kendisine buradan söylüyorum ve diyorum ki eğer farkında değilsen heyhat bil ki bu silahlı kuvvetler Mısır'ı korumak için görevlendirilmiş kuvvetlerdir. Gerekirse senin gibilere karşı Mısır'ı koruyacaktır. أنت ترغب في الفوضى في هذا الإقليم خدمة لمصالح ليست لصالح أهل الإقليم. هي دي مصر القوية، هي دي مصر القوية. بصوا يا جماعة، المنظمة الصهيونية الدولية ابتدت تحارب مصر بكل الأشكال، بكل الطرق، في كل الاتجاهات، خارجي وداخلي. في 2009 محكمة القضاء الإداري طلبت من الحكومة المصرية إسقاط الجنسية المصرية عن كل المصريين المتجوزين من إسرائيليات، وفي 2010 الطلب ده اتوافق عليه وطلع قانون بإسقاط الجنسية المصرية عن كل المصريين اللي هيتجوزوا من إسرائيليات. اللي احنا عندنا من 20,000 ل 30,000 مصري عايشين في تل أبيب وفي نتانيا وفي حيفا وفي إسرائيل عامة. المخابرات الإسرائيلية ابتدت تهفلط وابتدت تطلع زي ما قلنا قبل كده تصريحات بأنهم اخترقوا الأمن القومي المصري على مدار 30 سنة. هنشوف دلوقتي مين اللي اخترق مين يا ولاد الأفاعي. في خونة في مصر من المنظومة الأمنية اللي خانت مصر، على اتصال بالإخوان المسلمين، على اتصال بالتيار الاشتراكي، على اتصال بالتيار السياسي العادي زي ما هنشوف دلوقتي. في 2009 ماتش مصر والجزائر لما حصل في 2009 في شهر 11 في السودان، حصل توتر في العلاقة بينه وبين الجزائر. طلعوا الإعلاميين عندنا يشتموا في الجزائر، وطلعوا الإعلاميين في الجزائر يشتموا في مصر وفي المصريين، وابتدوا الطرفين يشتموا في بعض. حسني مبارك طلع يقول الخطاب بتاعه المشهور: نضع سياساتنا الخارجية في خدمة قضايا التنمية والداخل المصري وجالياتنا على اتساع العالم. إن رعاية مواطنينا بالخارج مسؤولية الدولة. يوم 2/12 عبد العزيز بوتفليقة أصدر أوامر للصحافة الجزائرية إنها ما تتعرضش لمصر. وفي شهر 7 لما عبد العزيز بوتفليقة أخوه مات، حسني مبارك بفضل الله راح يعزي بوتفليقة في وفاة أخوه. السيد عبد العزيز بوتفليقة بمطار هواري بومدين الدولي إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة. رئيس الجمهورية رفقة الرئيس الضيف أخذ صورة تذكارية للصحافة الوطنية والدولية. ما يعملش كده غير حسني مبارك، لأن حسني مبارك أدرك أن المنظمة الصهيونية الدولية بتخطط لضرب مصر بشكل مختلف. عايزين يضربوا العلاقة بين مصر وبين الجزائر. مصر أكبر دولة في الوطن العربي، الجزائر تاني أكبر دولة في الوطن العربي من حيث عدد السكان. في استثمارات في الجزائر مصرية، مصر للسياحة، مقاولين العرب، موبينيل، بعض الشركات التانية. في شركات كانت عايزة تخش مكان الشركات المصرية، شركات من جنوب أفريقيا، شركات من فرنسا، شركات من إيران، في ال3 مجالات: العقارات والسياحة والاتصالات. بفضل الله عبد العزيز بوتفليقة عارف إن مبارك مش زعيم بتاع كلام، مش صرصار، مش عايز عنجهة. حركة ما تجيش غير من بطل. مبارك البطل راح والمصريين زعلانين. مبارك راح علشان يوطد علاقته بالجزائر أكتر، عشان يقول للصهاينة مفيش مشاكل هتحصل بينه وبين الجزائر. فاهمين؟ لقاء الرئيس بوتفليقة بالرئيس مبارك اليوم ولقائهما سويا في نيس منذ عدة أسابيع بالتأكيد هناك رغبة أكيدة من الرئيسين ومن الشعبين ومن الحكومتين ومن الدولتين بأن احنا نمضي في بناء علاقة قوية تدافع عن حقوق العرب وعن أمن هذا الإقليم. والجزائر ومصر دول شقيقين عمل سويا على مدى أقول يمكن 60 عاما. هذه زيارة مودة ومجاملة
وتؤخذ في هذا الإطار. شكرا. وكان المخطط هو إحداث فتنة بين الشعبين، لأنهم عارفين الصهاينة إنهم زرعوا من بداية التسعينات عداوة بين مصر وبين شمال أفريقيا من خلال الكورة. فهتحصل مشاكل مع مصر والجزائر ومع مصر وتونس زي ما شفنا في ماتش الترجي التونسي في استاد القاهرة. ده في ايه؟ ما هو الامن لو اتحرك ولا عمل حاجه ولا قرب هقول لك الامن المصري ضرب. لو واحد من دول اتحرك ما هو انت بين نارين. لو واحد من دول دخل جوه هو حد هيشتبك معاه. ما احنا هنا ما احنا عملنا الحكايه ديت. هقول لك حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي يجتمع والدنيا دول لو اتدخل بس في المدرج هيشبط فيه حد من الكلام ده كله. هيقول لك الامن المصري ضرب التونسيين هناك وعمل. بس انا بقول بقى دلوقتي يمسكوهم وكسروا عظمهم. لكن كان لازم الامن المصري يعمل كده، كان لازم. كان لازم الامن المصري يعمل كده. وبعد كده لما بن علي يطلب من مبارك الافراج عن العيال التوانسه، مبارك يفرج عنهم. ليه؟ لان مبارك عارف ان اللي عمل فتنه بين مصر والجزائر هو اللي عمل فتنه بين مصر وتونس. الفتنه واحده، وحسني مبارك قائد الوطن العربي عارف ان الفتنه واحده. وكل ده في اطار فيلم كرامه المصريين اللي الصهاينه ابتدوا يزرعوه الحرب ضدها من 2004. كل الفيديوهات دي يا جماعه بكل الاحداث دي معموله تحت تايتل، تحت عنوان كرامه المصريين بتتهان. المنظمه الصهيونيه الدوليه كانت خطتها هي انهم ينزلوا بعض المصريين في الشارع تحت مسمى عيش، حريه، عداله اجتماعيه. كرامة المصريين بتتهان بره مصر وجوه مصر. ده اللي بيتقال. في 2010 المبحوح اتقتل في دبي. المبحوح المفروض انه بيشتغل في حماس، وحماس المفروض انها بتعمل لصالح فلسطين. طبعا احنا عارفين ان حماس حليفة حزب الله والعزة وحليفة الجيش الثوري الايراني. المبحوح يا جماعة دخل دبي بجواز سفر مزور. 19 من يناير كانون الثاني من هذه السنة، الساعة 2:57 بعد الظهر، يصل المسافر إلى دبي قادما من دمشق مستخدما اسما مستعارا. عايزين نسأل نفسنا ازاي جواز السفر المزور اتعمل للمبحوح. المبحوح قبل ما يجي الإمارات كان موجود في سوريا، كان في اجتماع بيناقش فيه صفقة الجيش الثوري الإيراني اتفق مع المبحوح باعتبار انه واحد من اعضاء حماس المهمين على صفقة سلاح هيجيبوها من الصين ويدخلوها دولة افريقية، ومن خلال الدولة الافريقية يدخلوها لقطاع غزة للناس الفلسطينيين اللي بيحاربوا اسرائيل اللي احنا ما نعرفش هما مين. حلو كده؟ طبعا المبحوح لازم يسمع كلام قادة حماس واعضاء الحرس الثوري الايراني. لكن في الحقيقة علشان الصهاينة اكتشفوا ان المبحوح عميل لصالح مصر والامن القومي العربي، قرروا ان هم يتخلصوا منه. دبروا موضوع صفقة السلاح المزيف ودخلوا المبحوح سوريا. عملوا للمبحوح جواز سفر في سفارة العراق اللي موجودة في سوريا، وخرج المبحوح بجواز سفر عراقي. يبقى مين اللي عارف ان المبحوح مش هو المبحوح؟ المبحوح دخل الامارات باسم مزيف. حلو كده؟ مين اللي يعرف ان المبحوح مش هو المبحوح اللي دخل؟ مين؟ الجيش الثوري الايراني اللي اتفق معاه على صفقة السلاح اللي جاية من الصين، والمخابرات السورية، واعضاء حماس، والامن القومي المصري، والامن القومي الاماراتي.
لكن دخول عميل لينا باسم مستعار وانتظار 27 واحد ليه من اقوى المجرمين الدوليين علشان يقتلوه في فندق روتانا في شارع الشيخ زايد. اشترك 27 شخصا في العملية، لكنهم ارتكبوا خطأ باعتقادهم أن أحدا لن يكشفهم. اعتقدوا أنهم سيتمكنون من الفرار بجريمتهم. تقول حكومتنا أن إسرائيل زورت جوازات السفر البريطانية التي استعملها القتلة، فكيف فعلوا ذلك؟ الناس دي كلها مستنيينه وهم ما يعرفوش هو هينزل في أنهي فندق. سرعان ما يصل مزيد من أعضاء الفريق. تابعت خطاهم عبر مناظر دبي الرائعة إلى فنادق ال5 نجوم التي أقاموا فيها والمراكز التجارية ومواقف السيارات حيث كانوا يلتقون. لقد حاولوا دراسة بضع قواعد حيث لم يكونوا يعرفون في البدء أين سيقيم الشخص المستهدف. ده أكبر دليل على إن الموساد الإسرائيلي والCIA لما عدوا العدة للجريمة دي اختاروا بشر أكفاء واختاروا توقيت مناسب وعملوا خطة قوية جدا. في واحد ممكن يقول لي طب احنا عملنا ايه؟ احنا بفضل الله فقسنا الخطة، احنا عرفنا مين اللي قتله. هو انتوا فاكرين المبحوح لو اتقتل في امريكا كان في اي حد ممكن يعرف الحوار ده؟ هو انتوا فاكرين المبحوح لو اتقتل في اي دولة تانية غير الامارات كان ممكن حد يعرف مين اللي قتل المبحوح؟ طيب قتل المبحوح هيستفادوا منه ايه؟ اسرائيل هتطلع تقول احنا قتلنا المبحوح وهي فعلا اللي قتلاه، لكن هيبان قدام الوطن العربي ان هم قتلوه علشان هو بيعمل في حماس، والمبحوح مش بيعمل في حماس، المبحوح بيعمل لصالح مصر والامن القومي العربي، وعلشان كده هم قتلوه. سلسله بقى اهانه المصريين قوي هتبتدي تسخن في 2010 في شهر 4، وهتلاقوا حاجه حصلت في تاريخ مصر عمرها ما حصلت قبل كده، قتل المصريين بره مصر علشان اثاره حفيظه المصريين في ان كرامتنا بتتهان بره مصر وجوه مصر. في شهر 4 2010 محمد مسلم اتقتل في قرية كترماية في جنوب لبنان. هذه التطورات في كفة وما جرى في كترماية في كفة ثانية، إذ كشف هول العنف الكامن والتقصير في حماية لا الأبرياء فقط بل المشتبه بهم والمجرمين. فما هي قصة مأساة صانع المأساة في كترماية مع الاعتذار عن الصور والمشاهد القاسية التي ستعرض خلال التقرير. قتل أهالي بلدة كترماية محمد مسلم المصري الجنسية والمشتبه بتورطه في ارتكاب الجريمة التي أودت بحياة المسنين يوسف وكوثر أبو مرعي والطفلتين آمنة وزين الرواس. وطاف الأهالي بجثته في شوارع البلدة تارة سحلا وتارة أخرى بوضعها على مقدمة السيارة وسط إطلاق نار وصرخات غضب وتكبير وتصفيق وهتافات تقول بأن الله اقتص من المجرم. الأهالي الغاضبون وصلوا بجثة المشتبه به إلى ساحة البلدة ورفعوه على عمود للكهرباء وسط ارتفاع حدة الغضب والهتافات وعلقوه هناك، فتدلت جثته أمام حشد كبير من أهل البلدة وبقي الوضع على هذه الحال لنحو 20 دقيقة. القرية الشيعية اللي بيسيطر عليها حزب الله والعزة بقيادة حسن نصر الله والعزة. بصوا الصحف اللبنانية امبارح والنهارده بتقول انه لم يعترف، وغير صحيح ابدا ان محمد مسلم ده اعترف للشرطة اللبنانية ان هو قتل. الكلام ده طلعوه منين ما نعرفش. لم يعترف محمد مسلم بارتكاب هذه الجريمة. الراجل ولا اعترف ولا قال اي حاجة، ولغاية دلوقتي ما يعرفوش مين اللي قتل الأسرة دي. في 14/5 يا جماعة اتقتل المهندس المصري سامي بركات محمود في نيجيريا برصاص جماعات مسلحة. اغتيل الراجل تحت مسمى حادث مجهول. سامي بركات محمود مهندس مصري كان بيشتغل في نيجيريا في شركة تريبل سي للمقاولات. شريف حجازي أنور اتقتل يوم 19/5/2010 في الكويت على ايد أسرة سورية. ندور على الأسرة دي نلاقي جذورها شيعية. في شهر واحد اتقتل 3 مصريين بره مصر وتسوق لهم في المنتديات والمواقع بتاعت التواصل الاجتماعي على أساس المصريين بيتقتلوا بره.
رعاية مواطنينا بالخارج مسؤولية الدولة. نرعى حقوقهم، لا نقبل المساس بهم أو التطاول عليهم أو انتهان كرامتهم. ابكي يا ريح ونوحي وطوحينا، غرباء بلدنا تحكموا الغرب فينا. ابكي يا ريح ونوحي وطوحينا، غرباء بلدنا تحكموا الغرب فينا. طب بالله عليكم بعد نكسة 25 يناير سمعتوا عن كام حادثة لمصريين اتقتلوا بره؟ حتى لو فعلا في مصريين اتقتلوا بره، سمعتوا؟ شفتوا الحادثة دي؟ فأنزلوا الجثة وجروها مجددا في الشارع الرئيسي للبلدة وسلموها لعناصر من الجيش اللبناني. شايفين الحادثة دي؟ الشيعة الأنجاس ما عملوش كده في عسكري يهودي من اللي كانوا محتلين لبنان. قطعوا رقبة محمد مسلم وعلقوها بجنش. شفتوا؟ شفتوا؟ أقسم لكم بالله العظيم الحادثة دي موجهة لمصر لضرب موقف مصر مع لبنان. فالأنجاس الشيعة دبروا الحادثة دي عشان يقضوا على آثار زيارة أبو الغيط. بص أبو الغيط كان بيقول إيه؟ لا نحمل رسائل إلى شقيق عربي من طرف عدو. لا نحمل رسائل إلى شقيق عربي من طرف عدو. لا نحمل رسائل إلى شقيق عربي من طرف عدو. لا يمكن أن تتصور أنني آتي برسالة إلى لبنان لكي أحذر. شفتوا؟ في عهد مبارك البطل إسرائيل بتتوصف إنها دولة عدو. يا ولاد الخاينة مش أمكم، خلايا مخكم العصبية. أنا بشتم خلايا مخكم العصبية. ولما بقول لكم يا ولاد الأفاعي برضو مش بشتم مامتكم. مامتكم حلوة، مامتكم حلوة، أمكم حلوة كلكم. أنا بشتم خلايا مخكم العصبية. أبو الغيط بيقول عمري ما أجيب رسالة تهديد من دولة عدو لدولة شقيقة. فراحوا قاتلين لنا واحد مصري علشان نكره لبنان مش عشان نكره الشيعة. لأن الإعلام الضل عمره ما هيروج للحادثة بمفهومها الحقيقي علشان يقول لنفسه مش عايزين نعمل فتنة طائفية. احنا حياتنا موجودة على فتنة طائفية يا ولاد الأفاعي. والشيعة أعدائنا لغاية يوم الدين، لغاية يوم القيامة. في آخر شهر 5 31/5 إسرائيل بتهاجم أسطول الحرية. أسطول الحرية هو عبارة عن بعض الجنسيات على بعض السفن اللي بتودي بعض المساعدات لفلسطين. ده اللي بان في الفيديوهات، ده اللي بان في الفيديوهات. الفيديوهات اتصورت من ناس جوه المركب. خلي بالكم الفيديوهات دي اتصورت من ناس من اللي على الرحلة بتاعت أسطول الحرية. الفيديوهات دي اتحطت على اليوتيوب. حلو كده؟ ازاي الفيديوهات دي اتحطت على اليوتيوب؟ دي الحكومة الإسرائيلية احتجزت كل ركاب أسطول الحرية بما فيهم الاتنين بتوع الإخوان المسلمين فترة، وفتشت كل الناس وخدت كل الكاميرات وكل الموبايلات وكل حاجة. والطيران الإسرائيلي كان بيحلق فوق أسطول الحرية وبيصدر بعض الإشارات اللي تقطع أي اتصال من جوه السفن دي بأي مكان في الدنيا من خلال الإنترنت. الحواجز دي صورت إزاي جوه السفينة؟ إيه ده؟ بصوا.
إذا هناك شهيدان على متن سفينة مرمرة المتجهة التي ما زالت تتجه إلى قطاع غزة رغم عمليات الإنزال، ما زالت متجهة إلى قطاع غزة. المتضامنون المشهد ده متصور علشان يتقال ان العسكري لما نزل من الطيارة بشكل سلمي اتعامل بشكل عنيف. فاهمين؟ مين اللي صور المشهد ده؟ المشهد ده من كاميرات جوه السفينة، صح؟ المشهد ده إسرائيل بتستخدمه على أساس إن العساكر دافعت عن نفسها، العساكر نازلة تفتش لأن جات لهم بلاغ إن في أسلحة جوه السفن. ليه سكان أسطول الحرية ما قالولهمش فتشوني فتش؟ ليه سكان أسطول الحرية ما دخلوش من خلال ميناء العريش؟ ليه السفن بتاعت أسطول الحرية ما جاتش على ميناء العريش ونزلوها ونقلناها بري ودخلناها من المعابر؟ حسني مبارك كان قافل المعابر عشان عارف الفيلم، لكن حسني مبارك في الوقت اللي بتتعرض فيه سفن أسطول الحرية للهجوم من البحرية الإسرائيلية كان بيفتح المعابر في اللحظة دي. بلطجة على الصهاينة. بعد 5 ساعات ألمانيا وروسيا وجهوا النداءات لمصر إنها تفتح معابر رفح. طب يا ولاد الأفاعي، حسني مبارك كان فاتحها من 5 ساعات. بس الشعب ما كانش فاهم، الشعب مسكين. الحادثة بتاعت أسطول الحرية اتساق فيها الشعب المصري علشان يتقال إن حسني مبارك بيعذب الفلسطينيين، حسني مبارك قافل على الفلسطينيين، حسني مبارك عامل الفلسطينيين ومقعدهم في حتة وحشة وحبسهم عشان الصهاينة يقتلوهم. الفلسطيني الشريف بيموت في فلسطين يا ولاد الأفاعي. الفلسطيني الشريف بيموت دفاعا عن الدين والوطن في فلسطين، مش بيضرب عسكري من حرس الحدود المصري سنة 2008. ده فلسطيني خاين، صح؟ المهم، المنظمة الصهيونية الدولية ابتدت تستخدم كل الوسائل لخداع المصريين بأن النظام فاسد من خلال أكتر حاجة المصريين بتشدهم: الدين والكرامة. دين المصريين المسلمين وكرامتهم، والشعب المسكين اتشد واتساق. لما حصلت غابات إسرائيل، الطيران التركي هو اللي طلع يطفي أول طيران. مالطا بعتت، قبرص بعتت، إنجلترا بعتت، وبعض الدول الأوروبية بعتت طيران. أول دولة بعتت طيران يطفي حقيقي الغابات الإسرائيلية تركيا، وطلعت تقول إن المساعدات إنسانية. يا ولاد الكدابة، تضحكوا على المصريين اللي مش فاهمين. المهم، خالد سعيد ليه هو اللي هيتقتل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إن ما حدث للمرحوم الشاب خالد محمد سعيد على يد مجموعة من المنحرفين من جهاز الشرطة هو جريمة قتل عمد مع صدق الإصرار، ولا بد من تقديم مرتكبيها ورياستهم لمحكمة علنية عادلة. وأناشد ضباط شرطة مصر الشرفاء أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم ويعبروا عن كامل إدانتهم ورفضهم التام لما حدث، لأنه يسيء لهيئة الشرطة بكاملها وينبئ بعواقب وخيمة على أمن وسلامة واستقرار الوطن، بل وعلى جهاز الشرطة أيضا. كما أناشد أهل الإسكندرية الأحرار وأسرة الشهيد الشاب التمسك بحقهم الكامل بضرورة معاقبة المتهمين العقاب الرادع. اشمعنى خالد سعيد؟ ما هو في شباب كتير قوي سيرتها سيئة في الخدمة العسكرية، وفي شباب كتير قوي بتشرب مخدرات عادي، وفي شباب كتير قوي بتسكر عادي. اشمعنى خالد سعيد؟ هو البوليس المصري اللي قبض على خالد سعيد، الاثنين المخبرين، في بينهم وبين خالد سعيد طار بايت؟ لا، اوعوا تقولوا عشان الفيديو. لا ما هو في واحدة لازم تأمن تكشف الطريق الأول.
واحده معاهم وراهم كده اللي فيها عربيه فيها حاجه بقى ايه البطايق الحاجه دي كده واحد فتشوف كده لحد ما عم يفتح عربيه ثانيه في حاجه جبناها طبعا قلت لهم هم ضغط هو بتاع معاكم خش كده لا قلت لهم مش هتجيب كل حاجه طارق ما تخليهم بتاع لا كده حلو قوي خيرك في مختار الله. احنا اكتشفنا ان الفيديو اللي خالد سعيد كان موجود معاه كان موجود قبلها بسنه، يبقى مش الفيديو هو سبب قتل خالد سعيد بالنسبه للمصريين المساكين اللي فاكرين ان هو اتقتل. خالد سعيد بعد ما راح القسم بعد كده خدوه حطوه في البوكس، بعد كده راحوا شايلين واخدينه من البوكس واخدينه رايحين بيه القسم، بعد كده رجعوا من القسم رموه تاني قدام باب العمار. رجع قدام الناس ان هو ميت، الدكاتره حاولت تسعفه وبس. مره واحده جه بوكس كده تبع الشرطه وراحوا جايين اخدينه في البوكس وراحوا جايين مشوا، وبعد بالظبط ربع ساعه رجعوا تاني بالبوكس رموه هنا في نفس المكان في نفس المكان، واتصلوا بالاسعاف، حتى الاسعاف ما رضتش تيجي تشيله، بس لما الاسعاف جت كلموا الاسعاف جامد فشالوا الاسعاف. وبعدين راح جاي كان في وكان في هنا دكاتره برضو جم قاسوا النبض بتاعه وبرضو زعقوا ازاي انتوا بتضربوه وهو ميت، بس هم قعدوا يقولوا احنا هنموتوك وهنعملوك والله العظيم مش ده خالد سعيد اللي وشه متشرح بالشكل ده، لان خالد سعيد خرج بره مصر وراح ايطاليا، ومن ايطاليا ركب طياره وراح امريكا. تخيلوا، ومن لحظه دخول خالد سعيد امريكا تولاه CIA. في واحد ممكن يقول لي هو خالد سعيد ازاي هيهرب؟ ازاي هيسافر بره مصر؟ اللي هربوا خالد سعيد الخونة من اعضاء امن الدولة فرع اسكندرية. نفس الخونة اللي هربوا خالد سعيد هم اللي هربوا عمر عفيفي. هو في حد فيكم يعرف عمر عفيفي هرب ازاي؟ في واحد ممكن يقول لي هو انت تعرف؟ كلكم هتعرفوا دلوقتي. نبيل شرف الدين. الجميع المشاهدين ووقتها عكسونا على حاجات كتير لدرجه ان انا جيت اكتب في احدى الصحف الشهيره مش عايز اقول ايه هي، فاتقالوا بلاش نبيل شرف الدين. المهم ان عمر عفيفي بعد الكتاب ده اصبح ملاحق في بيته، اتفتش بيته، اتفتش مكتبه، اتفتش شخصه، بقى داير معايا بتليفونات يجيب ارقام تليفونات من الشارع علشان يكلمني على ارقام تليفونات بتاع اخواتي واصحابي علشان نقدر نمشيه. انا كنت في الوقت ده في المؤتمر القبطي الاول اللي عمله الله يرحمه المرحوم عدلي أبادير في واشنطن، وانا رشحت عمر عفيفي لان هو يحضر معانا المؤتمر بصفته حقوقي وناشط. الغريبه في الامر ان اخواننا الرقباط وقتها قالوا نبيل جايب لنا ضابط امن دوله. اهو شوفوا ضابط امن الدوله دلوقتي اكبر يعني مره اتهموه في امريكا بانه ضابط امن دوله، دلوقتي مصر بتتهمه بانه مخابرات امريكيه. الغريبه في الامر بالظبط كده، الغريبه في الامر ان هم اخواننا الرقباط قال لك يا عم نبيل انت جايب لنا ضابط امن دوله. يا جماعه انتم مش عارفين عمر كويس؟ ارجوكم يعني خلوكم تريثوا وتمهلوا. والشهود على الواقعه دي الاستاذ مجدي خليل، الاستاذ مايكل منير، الاستاذ كميل حليم، ودي اسماء براقه جدا في المجتمع القبطي ومعروفه جدا، وهناك مئات الشهود على الواقعه دي. وقلت لهم لا ده مش ضابط امن دوله، ده ضابط سابق، الداخليه مش راضيه عنه وعامل كتاب. ومن حسن الحظ ان الفيزا الامريكيه اللي انا ساعدته في انه يحصل عليها واللي انا ساعدته في ليله الهروب الكبرى من القاهره، ودي كانت اشبه بمسلسلات البوليسيه واحنا بنهربه من مصر. ومن حسن الحظ ان الفيزا الامريكيه اللي انا ساعدته في انه يحصل عليها واللي انا ساعدته في ليله الهروب الكبرى من القاهره، ودي كانت اشبه بمسلسلات البوليسيه واحنا بنهربه من مصر. ومن حسن الحظ ان الفيزا الامريكيه اللي انا ساعدته في انه يحصل عليها واللي انا ساعدته في ليله الهروب الكبرى من القاهره، ودي كانت اشبه بمسلسلات البوليسيه واحنا بنهربه من مصر. ايه ده هربتوه ازاي يا ولاد الافاعي؟ اعتراف اهو. كفايه بقى كده، الشعب المصري اتضحك عليه فتره كبيره قوي. عمال ادور واتابع الافاعي 3 سنين بعد النكسه وقبلهم 2 سنين قبل النكسه. في واحد ممكن يقول لي انت كذاب، خالد سعيد مات. خالد سعيد مات، اثبت لنا ان خالد سعيد صاحي. وربنا عمر عفيفي يعرف
ايه اللي حصل لخالد سعيد؟ اسالوا عمر عفيفي. شباب الثوره المزعومه بيحبوا عمر عفيفي. لو عمر عفيفي راجل يطلع يكذبني. اسالوا عمر عفيفي يقولوا له خالد سعيد فعلا مات؟ ممكن يكون اتقتل في امريكا، ممكن. طب ايه الدليل؟ والمخابرات المصريه ممكن تعرف ولا لا؟ بفضل الله اكيد هتعرف المخابرات المصريه، يعني اذا كنت انا المسكين عرفت، المخابرات المصريه مش هتعرف. عمر عفيفي يعرف كويس قوي مين اللي هربوا خالد سعيد، لان هم نفس الشخصيات اللي هربت عمر عفيفي، هم نفس الشخصيات اللي عملت كل المخطط من اول 2006 و2005 لغايه 2010 من شخصيات مسؤوله في جهاز امن الدوله وجهاز الشرطه. خدعوا مصر وخانوا مصر وخانوا حسني مبارك وعملوا المخطط اللي انتوا شايفينه. فيديوهات تهاجم دول الخليج، فيديوهات تهاجم حسني مبارك، فيديوهات توقع الشعب المصري في الشعب السعودي. الشعب المصري في الشعب الكويتي. الشعب المصري في الشعب الجزائري، الشعب المصري في الشعب التونسي. فيديوهات توقع الشعوب العربية كلها في الشعب المصري علشان يحصل غل. كل اللي انتوا شفتوه من فيديوهات من 2006 لغاية 2010 خلت كل الشباب اللي بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي يتشحن قوي تجاه مبارك. عارفين 6 ابريل يا جماعه اللي راحت امريكا في 2009 طلبت من احمد ابو الغيط وزير الخارجيه يقعد معاهم يتكلم معاهم في احوال البلد. احمد ابو الغيط رفض. صاحبي بيقول لي هو ليه رفض؟ قلت له فكر انت سياسي وشاطر وبتفهم، ليه رفض؟ قال لي مش عارف لغايه دلوقتي ليه رفض. احمد ابو الغيط لو كان قاعد معاكم كان اداكوا شرعيه ضمنيه تطلعوا بقى في الفضائيات تقولوا احنا لما كنا في امريكا وقعدنا مع ابو الغيط كان بيقول لنا 1 2 3. لكن انتوا دلوقتي عاملين زي المشتتين، عيال ضاله، مالكوش مأوى، مالكوش اصل، مالكوش اساس. ومفيش جربوع من اللي كانوا قاعدين من 6 ابريل مع هيلاري كلينتون قدر يقول لها انتوا هتروحوا تقعدوا بعد اسبوع مع الرئيس الفاسد. بعد ما تقعدوا معانا احنا الشباب الاحرار الابرار بتقعدوا معانا تعلمونا الديمقراطيه وبعد كده تروحوا تقعدوا مع رئيسنا الفاسد. هو في حد فيكم يا جرابيع لبس تيشيرت وهو داخل هيلاري كلينتون مكتوب عليه الشعب العربي يطالب بمحاكمه جورج بوش ورمسي كمجرمي حرب على ما ارتكبوه من مذابح ومجازر في العراق؟ انتوا جرابيع يلا، انتوا جرابيع وربنا جرابيع. كل اللي حصل ده يا جماعه خلى حادثه خالد سعيد تنزل الشباب. حادثه خالد سعيد الوهميه هي اللي نزلت الشباب من 6 ابريل، وكفايه اللي مش فاهمين ومنضمين الحركات دي نزلوا. عارفين ايه الدليل القاطع ان خالد سعيد ما ماتش؟ انا قلت لكم ان هو ما ماتش لغايه دلوقتي ما اثبتش، صح؟ بصوا الدليل القاطع بقى. واحد ممكن يقول لي عمر عفيف ممكن يطلع يقول انت يا كابتن انت كذاب، انت مين انت؟ هناخد بعضنا كلنا كده بربطه المعلم ونروح التراب تمام ونطلع عينه الدي ان ايه من خالد سعيد ونطبقها بعينه من الدي ان ايه بتاع ابوه. في واحد ممكن يقول لي والمخابرات كانت فين؟ وعمر سليمان كان فين؟ وحسني مبارك كان فين؟ عارفين كانوا فين؟ الفخ الهندي أكبر قضية تجسس في القرن ال21 وممكن تكون لغاية 100 سنة جاية مش هيحصل زيها. الفخ الهندي ضابط من الموساد مين بقى؟ إيه؟ حيلة إسرائيلية لاصطياد أحد العملاء الراغبين في الثراء السريع، أما العميل فكان من الوزن الثقيل ويدعى طارق عبد الرازق. أثناء وجوده بالصين قام المدعو طارق بالتواصل مع موقع الموساد الإسرائيلي عبر الإنترنت عارضا رغبته في التعاون. بعد ما خرجت من السفارة وقابلت جو وخلص الموضوع الاختبار صحيح، سلموني إيدي. مين هو ده المسؤول عنك؟ المسؤول عنك.
سافر المتهم بعدها إلى الهند، والتقى عنصر الاستخبارات الإسرائيلي جوزيف ديمور الذي اختبره على جهاز كشف الكذب. تأكد رجال الموساد من صلاحية طارق للتجنيد، وقاموا بتدريبه على إنشاء المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسلموه جهاز لابتوب مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات مع حافظة تحوي بداخلها مخبأ سريا لحفظ المستندات. دربت المخابرات الإسرائيلية طارق عبد الرازق على إنشاء مواقع إلكترونية لاصطياد الراغبين في العمل. هتلاقي ناس كتير بعت لنا سيفيهات، بتبعت السي في بتاعه، انا عندي مش عارف كذا، بشتغل في ايه، انا خريج مش عارف ايه. كان الهدف فرز بعض الشباب لاستبيان مدى صلاحيتهم للتجنيد لحساب المخابرات الإسرائيلية. وهم برضه عندهم في المساعدة والبتاع الناس برضه بتراجع السيفيهات دي، وبعد كده يختاروا هم حد ويبتدوا يظبطوه بقى. وده دي شغلهم تقريبا في تجنيد على مستوى كل الدول يعني. قامت المخابرات المصرية برصد الجاسوس وألقي القبض عليه. شايفين الجربوع ده طارق عبد الرازق وهو بيتحقق معاه قال انا مجند 1000 شاب وكل شاب مجند 1000 شاب. وقلت لكم ان الكلام ده مش ممكن يكون منطقي، وهو فعلا مش ممكن يكون منطقي. لكن لما تحسبوا الاخوان المسلمين كقاده، رؤوس القاده عند الاخوان المسلمين، والشباب السياسيين رؤوس الحركات السياسيه عن 6 ابريل وكفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير، واتصالاتهم بالمنظمات بتاعت المجتمع المدني وحقوق الانسان والحركات دي، هتلاقوا ان الافراد القليلين دول بيسيطروا على كل الشباب المسكين اللي مشترك في الحركات دي والاحزاب دي. الخونه من امن الدوله واعضاء الاخوان المسلمين الخونه واعضاء الحركات السياسيه الخونه والتيارات السياسيه الخونه والاحزاب السياسيه الخونه. ما بقولش كل الناس دي خونه، بقول الاعضاء الخونه اللي بينتموا للحركات دي كلهم كانوا بشكل غير مباشر على اتصال بطارق عبد الرازق. المخابرات المصريه شالت الطين في 7 سنين عشان تقفش وتمسك كل ضابط نزل فيديو على اليوتيوب. الضابط ده حسني مبارك حبسه 3 سنين. حبيب العدلي حبسه 3 سنين. الضابط ده اترفد. الضابط ده اتجاب وبيقومونا وازاي نقوم وهمومنا. لكن المخابرات المصريه زي ما هي قويه فالمنظمه الصهيونيه الدوليه قويه. وطارق عبد الرازق لما سقط واتقفش في 2010 الموساد والسي اي اي قرروا انهم يعملوا على تسريع 25 يناير. ازاي؟